سلام سلام، اهلا وسهلا في قناة كنزة كويزي. اليوم ان شاء الله حندير معكم كاطو خفيف الظريف يجي بزاف بنين بمكونات اقتصادية وما يشدلكمش كامل اليد، والاهم يجي دوب دوبان وبنته عظيمة. هنا مباشرة نبداو في الوصفة. بسم الله. هنا واش عندي كاس غير ربع تاع السكر، انا استعملت عادي سكر حبيبات. كاس غير ربع. هنا نزيدو نضيفو حبيبة بيض متوسطة. بالنسبة للكاس هذا يرفد 150 مليلتر. هنا درت رشة ملح ودرت مغرف صغيره تاع لافاني. كيما تقدروا ديروا زاز دو سيترون، يبقاكم اختياري وذوق تاعكم. خلطوا مليح زيت عفوا البيض تاعنا مع السكر مليح حتى يبيض الخليط تاعنا. والكاس اللي كينا به نزيدو نجيو نكيلو به كاس صغير ربع زيت، شوفي ناقص منه حوالي اصبع، ونبداو نضيفو فيه بالتدريج ونواصلوا الخلط تاعنا. كيما راكم تشوفوا السكر حتى يذوب لنا. اذا استعملتوا السكر هذا العادي ولا استعملتوا السكر كلاص نورمال متخلطوش بزاف. هنا بعد ما خلطنا نجيبو نديرو الفارينه بيان سور نكونو مصيرينها، نبداو نضيفو فيها بالتدريج. وهنا درت باكي ناقص منه شويه تاع خميره الكاطو، خميره الحلوه، ونبداو نجمعو بالخليط تاعنا حتى يطم الخليط. لاخاطش كاين فرينه اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. نحصلوا على هذا القوام، ندهنوا البلاط تاعنا. انا استعملتها في هذا البلاط طويل. ها هي نديروها هكا نبسطوها في السنيوه تاعنا كامل. البلان نكونو دهنا فقط بالزيت. ندخلوها طيب على 160 درجه نار متوسطه. طيبنا من تحت نزيدو نشعلو لها من الفوق. ندهنوها بشوكولا بالحليب. درت لها هنا شويه لوزيفيلي وقطعتها هكا على شكل طولي. بالنسبه للبنات انا هاد الكميه اللي درتها خرجت لي 10 حبات بهذا الشكل. تسمى نتوما شوفوا شحال. اذا كنتو حبوا تضاعفوا المقادير ما عليكم غير تضاعفوا المقادير. انا خرجت لي 10 حبات. وهذا الشكل النهائي تاع الحلوه تاعنا جات تذوب ذوبان.